أهلا وسهلا بيكم في الحكاية 11 من بارة المألوف. من أول الأسبوع وأنا كل ما باجي أمسك الموبايل وأقلب في السوشيال ميديا ما بيطلعش في وشي غير جملة واحدة بس. الجملة دي بتقول: لا يمكنك إنقاذ جميع الناس، ولكن يمكنك أن تحبهم. وفي الحقيقة الجملة دي جت في وقتها المناسب جدا عشان تفكرني إني محتاجة أعيد النظر من تاني في طريقة تعاملي مع الناس اللي حواليا، لأني بعاني من متلازمة إرضاء الآخرين people pleasing. متلازمة إرضاء الآخرين معناها إيه أو المقصود بيها إيه؟ مقصود بيها رغبتك في إنك تكون محبوب، فده بيخليك تعمل بعض الأمور في محاولة إرضاء الناس، وبتخلي نفسك حامل مصالحهم، مسؤول عن حالتهم النفسية، وبتلبي احتياجاتهم المختلفة من غير ما تركز إذا هم بيبادلوك نفس الاهتمام ده ولا لأ. أنا مش بعاني منها بالشكل ده، أنا بس بشرح لكم تعريفها. الجزء اللي بعاني منه هو إني دايما حاطة مصلحة الناس اللي بحبها، ونخلي تحت كلمة بحبها دي مليون ألف خط، لأنه هم أهم ناس في حياتي. فأنا دايما بخلي حياتهم وأمورهم ومشاكلهم قبل مشاكلي وحياتي وأموري، مش عشان أكسب رضاهم، لأ، ده عشان بحبهم وحاسة إني من واجبي تجاههم أسعدهم وأخاف عليهم وأعمل كل حاجة تبسطهم وترضيهم، ولأني بستمد سعادتي من سعادتهم للأسف الشديد. وفي الحقيقة بعد رحلة مع النفس من حوالي 1.5 سنة تقريبا فهمت إنه ده غلط، لأني عمري ما هعرف أرضيهم، وإن حتى طريقتي في إرضائهم ويمكن المجهود اللي هبذله عشان أسعدهم ما يطلعش يناسبهم ولا يعجبهم. فساعتها بيحصل إيه؟ بتصدم وبيجيلي إحباط. وكانت في فترات في حياتي مستويات إرضاء الآخرين عندي عالية جدا بشكل مش طبيعي، ما كنتش بقدر أقول لأ على أي طلب من أي حد منهم، حتى لو ده هيسبب لي إرهاق، إجهاد، مش هنام، جدول يومي هيتلخبط، مش مهم. المهم هما، وأهم حاجة يبقوا مبسوطين ويعني يبقوا سعداء. ولأن طبعا عمري ما هعرف أرضي الناس اللي بحبهم، وعشان أنا مش مسؤولة عن سعادتهم، وعشان أنا حاطة نفسي وأولوياتي آخر حاجة وآخر اهتماماتي، تعبت نفسيا وما بقيتش طايقة نفسي ومش مبسوطة. فابتديت أتعلم أساليب تخليني ما احطش الناس اللي بحبهم أولوية على حساب نفسي. وفي الحقيقة وصلت لمرحلة جيدة جدا خلتني أحط نفسي هي الأولوية. طبعا مازال هناك بعض الأمور اللي بركن فيها نفسي على جنب، بس خلينا نقول إن إحنا أحسن من الأول بكتير. وعشان أقدر أخلي نفسي أولوية اتعلمت شوية حاجات وحابة أشاركها معاكم. أولا، إرضاء الناس غاية لا تدرك، والجملة دي أو القول ده مشهور جدا، لأنك انت مهما عملت عمرك ما هتعرف تسعدهم. ولما تعمقت في الكلمة شوية اكتشفت انه مين اللي قال لنا نحط إرضاء الناس غاية؟ غاية معناها هدف. فمين اللي قال انه هدف من أهداف حياتنا أو مسؤولية من مسؤوليتنا ان احنا نرضي الناس؟ لا، هو مش هدف ومش غاية ومش مسؤوليتنا. انت مسؤوليتك إرضاء نفسك وبس، وانك تهتم بيها وتخليها هي المبسوطة. الناس التانية مسؤولة عن نفسها. تاني حاجة، لا تشعر بالذنب عند الرفض. يعني لما حد يجي يطلب منك طلب أو خدمة تعملها له، ما تحسش بالذنب انك قلت له لأ. عادي، كلمة لأ دي من حقك وانت حر. عايز تقبل الطلب ده اقبله، ده لو كان عندك وقت. انما لو ما عندكش وقت، لو مش قادر، مرهق نفسيا جسديا يعني عقليا، مش حابب حتى تعمله، انت حر. تقدر تقول لأ من غير ما تخلي اللي قدامك يحسسك
انك عامل غلطة كبيرة او كارثة كبيرة، او انت تحسس نفسك ان انت عامل مصيبة كبيرة انك انت رفضت. انت مش مارد وما عندكش مصباح سحري. تالت حاجة، لا تبالغ في التوضيح انت رفضت ليه. يعني خلاص انا مش قادر اعمل ده، سوري مثلا، ممكن تقول السبب وممكن ما تقولش، ده يتوقف عليك. لكن ما تقعدش بقى تبالغ وتقول معلش اصل انا مش قادر اعمله لانه انا نازل عندي مشوار ضروري، انا مأجل المشوار ده بقالي كام يوم، او لانه انا عندي ميعاد فلاني، مش، او تعتذر كتير انك انت مش قادر تعمله، او توعد الشخص اللي قدامك انه لما يطلب منك طلب تاني هتلبوله على طول. لا 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 لا, لا. عادي جدا، لا عشان كذا او لا وخلاص، من غير اي اسباب، انت حر من حقك. رابع حاجة، حط حدود بينك وبين الناس، لان انت من غير ما تحط حدود بينك وبين الناس بتبقى مستباح، بيحسوا ان انت بتاعهم، من حقهم يطلبوا منك اي طلب في اي وقت. فده بيحصل ايه؟ بيحصل انه بيستغلوك فيستنفذوك ويستنفذوا كل طاقتك، فتوصل لمرحلة انك انت لا انت بتحبهم ولا قادر تتعامل معاهم، لان انت ما حطيتش حدود لنفسك ولا حطيت نفسك اولوية. خامس حاجة، حط جدول زمني لنفسك. يعني اول ما تصحى قول انا النهاردة عايز اعمل كذا وكذا وكذا وكذا. فلما يجي حد يطلب منك طلب بتسأل نفسك هل عندي وقت يسمح لي ألبي الطلب ده، ولا أنا ما عنديش وقت عشان مثلا رايح الجيم. عادي جدا ممكن حد حتى يتصل بيك فتلاقي نفسك انت مش قادر ترد عليه في الوقت الحالي لأن انت رايح الجيم مثلا، والكلاس هيفوتك لو رديت. فما تردش دلوقتي، ترد لما يبقى عندك وقت مناسب تتكلم فيه، أو عندك مساحة من الوقت تتكلم فيها، وده من حقك. لازم كمان تحط في بالك الشخص اللي أنا حطه في أولويتي دوت، هل هو برضو بيحطني في أولوياته؟ يعني أنا لو اتصلت بيه هيرد عليا في ساعتها، ولا ما بيردش وبيستنى الوقت اللي يناسبه هو ويرد؟ وقتها لو عمل كده محتاج انت كمان لما يتصل بيك تشوف هل الوقت اللي هو بيتصل فيك ده مناسب ليك انت ولا لا. مش ضروري عشان بنكلم الناس لازم يردوا في ساعتها، ممكن الوقت اللي انا بتصل بيه فيه ما يبقاش مناسب، ولما هو يرجع يتصل وقتي ما يبقاش مناسب، ده عادي جدا. لما تبدأ تعمل كده وتحط نفسك أولوية هتواجه شوية رفض من اللي حواليك، عشان هم كانوا متعودين منك على حاجة وبقوا بيشوفوك بشكل تاني وبيشوفوا منك حاجات تانية. وانت حتى ممكن تلاقي ان في ناس بتتهمك بالأنانية، وهنا لازم أنبهكوا الفرق بين الأنانية وحب الذات. الأنانية هي أسوأ درجة من درجات حب الذات، يعني أنا ومن بعدي الطوفان. الشخص الأناني هو اللي بيهتم بتلبية رغبات نفسه حتى لو على حساب مصلحة الآخرين ورغباتهم. إنما حب الذات هو العناية والاهتمام بالنفس عقليا، عاطفيا، جسديا، روحيا، وحتى سلوكيا، بدون ما أتعدى على مصلحة الآخرين ورغباتهم. افتكر دايما إن في ناس ما بتقدرش تجامل حد على عشوة. يعني لو هو مش فاضي او ما عندوش غير ساعة واحدة لنفسه وقلت له طب تعالى بس نتعشى ونلف بس بالعربية 10 دقايق، هيقولك لا للأسف انا مش فاضي. وفي ناس تانية بتجامل بعمرها كله. مع نهاية الحكاية عايزة اقول لكم واقول لنفسي قبل ما اقول لكم، خلوا معاكم بوصلة عشان تعرفوا امتى اسعاد الناس بيأثر عليكم سلبا او ايجابا. استنوني في حكاية جديدة. دمتم بخير. ريم محمود.